صلوا على النبي. تعالوا بقى اوريكم. هعمل شوربة لسان عصفور بالطماطم. شوربة لسان عصفور بالطماطم. تعالوا بينا نشوف المكونات واقول لكم على كل حاجة. بس ما تنسوش تصلوا على النبي واذكروا الله واشتركوا لي في القناة واشتركوا لي وفعلوا لي زر الجرس، واللي عنده نجمة يشارك لي فيها. صلوا على النبي واذكروا الله ويلا بينا. المكونات عبارة عن طماطم، لسان عصفور، حلة فيها شوية زيت صغيرين ندعم، مع شوربة فراخ، شوربة لحمة. هي دي المكونات بس. البداية نعمل ايه؟ هنقول صلوا على النبي ونحط الايه؟ اللسان العصفور بتاعنا. صلوا على النبي وناخد اللسان العصفور ونحطه على النار. طبعا هقعد اقلب فيها لغاية ما يتحمر لسان العصفور. اللي عايز يحط زبدة يحط، عايز يحط سمنة يحط، اللي عايز يحط زيت يحط. بس انا بحط زيت ليه؟ عشان الشوربه لو بردت ما ايه، ما احسش بطعم السمنه، يعني السمنه ما تنشفش في الشوربه. فالزيت ما بي ايه، ما بيبانش لما الشوربه تبرد. اتفقنا؟ هقعد احمر، واول ما اتحمر هرجع لكم واوريكم اتحمرت ازاي. شايفين بقى لسان العصفور والشعريه؟ ما تشيليش ايدك من التقليب وتوطي العين عشان يطلع كله زي بعضه. شايفين؟ كله لازم يبقى زي بعض. لكن لو انت عليت النار هتلاقي واحده وواحده. لو انت ما قلبتهاش باستمرار كده هتلاقيها واحده بواحده. عشان تنجح معاكي لسان العصفور والشوربه لازم ايدك تبقى فيها عشان ما يبقاش واحده وواحده. دلوقتي ايه؟ اتحمرت اهي. هعمل ايه؟ هجيب شويه ملح، مش كتير اهو، شويه ملح. بعد كده اقلب، هقعد اقلب فيها وبقى اتحمرت بقت جميله كلهم زي بعضيهم. هقوم جايب ايه بقى؟ الطماطم. توكلت عليك يا رب وبسم الله الرحمن الرحيم واقول ايه؟ صلوا على النبي. اهو ادي الطماطم بتاعتي اهي. بعد الطماطم بسيبها ايه؟ لغايه ما تتسبك. اول ما تتسبك والطماطم دي تتقل اقوم حاطط لها الشوربه. حاطط شوربه فراخ، شوربه بط، شوربه لحمه، على حسب الشوربه اللي عندي. يلا حبايبي كده بصوا الطماطم اتسبكت خالص اهي، بقت جميله. هعمل ايه بقى؟ احط الشوربه. اقول بسم الله الرحمن الرحيم واحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم واحط الايه؟ الشوربه. الشوربه طبعا بتبقى اعلى كتير عن الايه؟ عن لسان العصفور. طبعا حد يسالني سؤال: هو انت ما بتغطيش الحله ما بتغطيش الحله يا شيف؟ اقول له لا، ما بغطيش الحله، لان لو غطيت الحله ولسان العصفور بيغلي هيفور زي المكرونه، هيفور. فاحنا ما بنغطيش الحله في الايه؟ في الشوربه بالذات، اذا كان لسان عصفور او شوربه مكرونه صغيره او اي حاجه. اهو زي ما بصوا اهي. شايفين بقى عامله ازاي؟ وشايفين كله زي بعضه اهو. بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا بنعري الغطا بتاع المكرونه لما نيجي نسلق المكرونه عشان المكرونه بتفور، نفس الحكايه كده. لو انا غطيت هيفور ويبوظ لي الدنيا. فبالذات لسان العصفور ما بي ايه، ما بيتغطاش. يلا حبايبي كده الحمد لله تغلي وبألف هنا وشفا. كده الحمد لله رب العالمين. بصوا غليت اهي، خلاص خلصت اهو. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ تعالى بقى نغرفها ونشرب شويه شوربه في منتهى الجمال. يلا بينا. شايفين؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين المكرونه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. شايفين؟ كل المكرونه زي بعضها، شويه شوربه في منتهى الجمال. صلوا على النبي.
صلوا على النبي. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الشوربة، ما تنسونيش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والكومنتات بتاعتكم الجميلة، واللي عنده نجمة يفعلها لي. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله استنوني في حاجة اجمل واجمل. انا بعمل حاجات على قد الايد، ما بعملش حاجات عالية، كل اللي انا بعمله على قد الايد. المرة الجاية اعمل لكم حاجة جميلة جدا على قد الايد. يلا بينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.